الملايكة نزلوا عليا النهاردة بالهبل، بس ما قالوليش حاجة يعني، كانوا بيتكلموا مع بعض جنبي. طيب هيقول لك ضلالات وهلاوس بقى وكده، يقول لهم اديهولكوا في الضلالات، اديهولكوا في الضلالات. هو بإذن ربنا اليهود بس قادرين يسقطوا كل الدول اللي بتدعم فلسطين، كل الدول، بإيران بباكستان بكله كله. تمام. ولكن بقى المعركة دي طبعا مقدسة، هيجي جاي معانا دول كبيرة يعني، أمريكا بروسيا بكله، كل اللي ضد بعض، اللي بيخبط في بعض كلهم هيجوا ينصروا إسرائيل يعني. تمام. وأنا سعيد بتحرك بايدن، يعني إن هو نصرنا ضد ابن جرذان، ماشي، ابن جرذان وخامنئي والسوداني وحسن نصر الله. وبقول له بايدن انت مش هتندم، لن تندم. وبوتين بقول له يراجع نفسه يعني في كل حاجه، في كل حاجه، في كل سم. غزه ان شاء الله هتبقى خراب، ان شاء الله باذن واحد احد هتبقى خراب باذن الله. غزه بحركه الجهاد بقى اسمها ايه التانية دي، حركه الجهاد وحماس المتحمسين قوي دول، ان شاء الله هتبقى خرابه. يفرشوا بقى بطاطين وملايات ويناموا على الطوب، عما يعملوها تاني بقى ان شاء الله، يبنوها تاني بعدين يعني. وطبعا ممنوعين، مش هيخشوا سينا يعني، سكان غزه دول مش هيخشوا. لو كانوا فاكرين ان هم غزه تتضرب وهم هيخشوا سينا، فده من رابع المستحيلات، لان امريكا هي اللي هتيجي تعسكر في سينا. شفت بقى احنا ظلمه ازاي يعني، هنجيب الامريكان الكفره يقعدوا في سينا، مش هنقعدكم انتوا برضه. وحلوه الحركه اللي حصلت دي، الحركه المظفره، حسن نصر الله بتاع البودره الخول يقول لك حركه مظفره. ماشي يا عم، حلوه الحركه المظفره، مسكتوا بنت وقتلتوها، هي راحت للجنه وانتوا ان شاء الله في النار باذن واحد احد. ومحدش يرجع، خليكوا بقى ثابتين على دينكم، موت على دينك يا حبيبي. مفيش حاجه اسمها ان الاعمال بالنيات برضه، ممكن كل واحد يموت على دينه بقى. بس عايز اخلص بقى عشان انزل. حزب الله وسوريا وايران لما تتكلم عن اسرائيل تتكلموا باحترام، ليه؟ لانها مش دوله طغيان زيكم يعني، اسرائيل دوله طغيان وانتم مش دوله طغيان. حاجه غريبه والله، حاجه غريبه جدا يعني. والدين المنتصر هو الدين اليهودي، اللي عايز يامن بيه يامن بيه، مش عايز ما عنكس من امه ما يامن. ماشي. ف هي التوراه هو هناخد منها سفر التكوين بس، لان الباقي محرف. تمام. والثلاث احكام اللي انا هقعد اكررهم لحد ما اموت، هقول في داهيه ان شاء الله من الشوك الوسخ. ثلاثة. اول حاجه ايه؟ الزنا اعدام، الزنا مش شذوذ طبعا يعني، ما مش شذوذ، اعدام. القتل، السرقه والنصب والاحتيال، اعدام. القتل والبلطجه، البلطجه طبعا انواعها كتير وشامله يعني، كلمه البلطجه دي شامله حاجات كتير قوي يعني، مش محتاجين لكلام تاني جنبها. قتل والبلطجه وفرض السيطره، اعدام. طبعا كنت قلت اعدام مع ايقاف التنفيذ، كنت بهزر. الاعدام لازم هيتنفذ طبعا، لازم احكام الاعدام تتنفذ طبعا. وصباح الخير يا اسرائيل، واحنا ربنا معانا ومش معاهم، ربنا مش معاهم بس، واسرائيل اللي هتنتصر في النهايه.
والسلام عليكم.